حلقة جديدة من كرة حافظ. النهاردة حلقة نارية عزيزي المشاهد فيما يخص الأهلي وفيما يخص الزمالك، وكلام أقسم بالله أول مرة تسمعه. أنا وأنت هنقول كلام النهاردة لبعض كده، دردشة كده مع بعض. النهاردة الجمعة فبنحب نتكلم مع بعض القعدة الجميلة اللذيذة دي، قعدة كده في الرايق منه، بنتكلم على اللذيذ منه إداريا وفنيا. بالنسبة للأهلي، الأهلي وإداريا وفنيا بيعاني، دي المقدمة. إداريا وفنيا الأهلي بيعاني. أول امبارح ماتش اتلعب من الأهلي أمام فاركو، أقسم بالله فاركو كان بيغسل الأهلي غسيل ومكوى. كان واخد الأهلي كده في الملعب غسيل ومكوى. لعيبة ناشئين كانت بتلعب في الأهلي قسما بالله ما كانت عملت المستوى ده. عشان بس أجيبها لك من الآخر، من أبو آخر، من أبو ناهية. طيب التشكيلة اللي كان بيلعب بيها كولر كانت الشناوي، ياسر إبراهيم، رامي ربيعة، عمر كمال، محمد هاني، امام عاشور، اكرم توفيق، مروان عطيه، عمر الساعي، وكريم الدبيس، وحسين الشحات. معاك انه اللعيبه دي مش في مراكزها، اغلب اللعيبه اللي كانت بتلعب مش في مراكزها، ولكن في اخطاء مش مبرره، مش مبرره كانت موجوده من واحد زي ياسر ابراهيم وواحد زي رامي ربيعه، مش مبرره. ياسر ابراهيم كان بيقطع الكره قسما بالله، انا شفت كده ايه 3 4 كور في الخفيف كده، في الخفيف. ياسر ابراهيم كان بيقطع الكره يديها للاعيبه فاركو، استلم يا باشا تعالى خد الكره. بس كده يعني ياسر ابراهيم كان بيقطع الكوره يسلمها لهم. كذلك الامر رامي ربيعه، الكوره بتتلعب عرضيه ما بيستقبلهاش، هو بيديها لهم تاني، اللي تعالى شوف، تعالى جرب على الحارس. طيب في ناس كتير جدا انتقدت الشناوي، وانا من الناس اللي بتنتقد الشناوي بشده في حاله الخطا. ليه؟ بيقول لك انه وقعت الشاطر او غلطه الشاطر ب1000. الشناوي من افضل الحراس الموجوده في مصر. طيب لما انت كحارس مرمى المنتخب الاول وحارس مرمى مصر الاول تعمل الغلطه دي في كوره زي كده، يبقى اذا غلطي ولومي عليك، غلطتي ان انا كنت بدعمك، ولومي ليك دلوقتي يبقى انا صح. يبقى ما تجيش انت تقول لي لا ما تنتقدنيش، لا انتقدك. لعيب كره القدم هو واحد معرض في اي وقت، حتى لو هو على خطأ، حتى لو هو على خطأ لازم يتم انتقاده. اصل بص هقول لك على حاجه، انت النهارده ما تجيش تقول لي اصل انا نفسيه مين؟ نفسيه مين لما نفسيه مين؟ انت بتاخد من ال6 مليون، من 6 مليون ده اقل. بص ده في الاقل او في القليل جدا، انت بتاخد من ال6 مليون وانت طالع، بتاخد من 6 مليون وانت طالع. فانت النهارده ما تجيش تلومني، ما تجيش تلوم الجمهور ان هو بينتقد. لا ينتقد يا حبيبي، ينتقد يا بابا. ليه ينتقد؟ لان انت لعيب نايم، نفسيه مش نفسيه خلاص. هل انت نفسيا النهارده انت مش حلو، تيجي الاداره تقول لك بعد شويه تقول لك لا اصل والله مش معايا فلوس، انت اول واحد هتقول انا عاوز امشي. انا مش هعذرك لو انت ما عذرتنيش. انت لما الجمهور اتكلم كلاعب، لما الجمهور اتكلم وانتقدك في الملعب، زعلت وعملتها زعله واتحمقت، واصله مش عارف ايه، اصله مش بتكسف، اصله مش عارف ايه. هتتكلم فين؟ هتتكلم فين؟ اصله في حاجات كده اولويات. ولومي على اللعيبه مش لوم كبير اكتر ما هو لوم على الاداره اللي نايمه، الاداره اللي اول مره في تاريخها يحصل فيها كم المشاكل دي. الاداره اللي بالمناسبه الاداره اللي خلت الجمهور بدأ خلاص في حاله عداوه ما بينك كاداره وما بين الجمهور، وده مش حلو وده مش كويس. الجمهور هو المصدر الاساسي لاي نادي. خلي بالك الجمهور ده هو اللي بياكلك المام، هو اللي بيعمل لك الدعايه، هو اللي بيعمل لك كل اللي انت شايفه ده. هو الجمهور ده هو اللي بيرفعك انت لعيب السماء او بينزلك 7 ارض. فانت لو ما احترمتهوش على الله السلامه. طيب سريعا كده، سريعا في السريع منه، احتياجات الاهلي اللي انا من وجهه نظري عاوزها فنيا الاهلي يحتاج من 5 ل6 صفقات اقل حاجه. لا تقول لي صفقه ولا 2 ولا 3 ولا 4، اقل حاجه الاهلي حاليا محتاجها من 5 ل6 صفقات. هتجيب لي صفقه، طب سلام عليكم باي باي كده، ما تجيليش تاني، ما تجيبش صفقات تاني خلاص. هتجيب صفقه واحده وتقول لي انا قفلت الباب، زي ما الكابتن اسامه حسني امبارح، وانا هتكلم عن الحته دي، او مش عارف امبارح ولا اول امبارح حصل الموقف. الكابتن احمد ثابت كان بيتكلم كلام راجل عقلاني جدا، بيتكلم عن إيه؟ والله العظيم الاهلي محتاج صفقات معينه، محتاج 4 أو 3 صفقات، ما فيهاش غلط، ما كفرش.
بيسحب الكلام منه يديها للضيف التاني. طب ليه يا حبيبي؟ ليه يعني؟ حضرتك انا انتقادي الاول لقناه الاهلي، حبيب قلبي، في فرق كبير جدا ما بينك انت نجم في النادي الاهلي وما بين الاعلامي. في فرق كبير. انت لعيب كوره، ممكن ما تكونش اتعلمت اساسا، انت ممكن ما تكونش اتعلمت، ها. وفي فرق ما بين اعلامي ليه اخلاقيات وقواعد. 4 سنين بندرس في اعلام عشان حضرتك تيجي تسحب الكلام ده. فين الادبيات؟ فين الاخلاقيات بتاعت ان انت تتعامل مع الضيف؟ الحوار مع الضيف ازاي؟ ها. خلاص انت مش عاوز يقول كلام معين، طب ما تديلوش الفرصه ان هو يتكلم. ما تديلوش ما توجهلوش سؤال. ما توجهلوش سؤال في الحته اللي انت مش عاوز يتكلم فيها، طالما هي بتجرح قوي. كم من الاخطاء الفجه اللي بنشوفها اداريا من الاهلي. طيب فنيا، لا، كولر، انا شايف ان كولر حاليا في فقدان شغف كبير جدا موجود في كولر. كولر في فقدان من الشغف. وخلي بالك دي مبرره. دي مبرره. انت كنادي النهارده لما تيجي تقول ان المدرب ده اصله لسه بيفكر ان هو هيعتزل، انت اديت له فرصه ان هو يعتزل؟ اديت له الفرصه ان هو يفكر عليك؟ طب خلاص يا باشا، مع السلامه، توكل على الله، هنشوف مدرب غيرك. حتى ولو هتخسر بطوله في حساب ان انت تشوف مدرب شباب. كابتن احمد خطاب 39 سنه بيعمل عليك لقاء قسما بالله غسيل ومكوى في الملعب. غسيل ومكوى. ده لعيب بيقبض 2 مليون في السنه، وده لعيب بيقبض 6 مليون و17 مليون في السنه. في فرق كبير، فرق امكانيات. دي لعيبه جدعانه كوره، دي لعيبه شبعت فلوس. دي الفرق. طيب، انفراد فيما يخص الصفقات الاولى بالنسبه للاهلي. انفراد بس مش مؤكد. يعني انا هقول لك نسبه. النسبه دي ان اللعيب ده جاي واللعيب ده مش جاي. انت النهارده بتتكلم في 24 واحد، يعني ما يقرب 6 و8، يعني بتاع 15 يوم كده على غلق الصفقات عموما. و8 ايام او اقل من 6 ايام على غلق القيد الافريقي كانتقالات. تريزيجيه بنسبه 90% موجود في الاهلي، ولكن في شهر كاس العالم للانديه فقط. يعني تريزيجيه هيجي يلعب كاس العالم للانديه وتوكل على الله يمشي. ده فيما يخص الصفقات حتى الان المعلنه. حتى الان مفيش اي صفقه اعلنت. النهارده 24 واحد، مفيش اي صفقات اعلنت من جانب النادي الاهلي.